رفدوك ولا سيبوك شغلك ولا أيا كان، وانت ماشي امشي بالعقيدة والشعور ده. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. والعلماء كانت تقول لنا نقول الآية دي كورد كده زي التسبيح، لما يبقى في موضوع أكبر مني مش قادر عليه، حد عايز يأذيني عنده قوة أكبر مني، رزق أبوابه مقفولة، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قولها على سبحتك 100 مرة. حاجة تانية كمان، ما تتخضش، هقول لك يعني جربت تحاسبن على نفسك؟ يعني لما تلاقي نفسك عندك عيب أقوى منك وكل شوية تقع في الغلطة دي ومش عارف تقاوم، قول حسبي الله في نفسي، ربنا يكفيني عيوبي وذنوبي وأخطائي وعوراتي الأخلاقية. زي ما بقول لك احنا ظلمنا الكلمة دي لأن احنا بنقولها بأنفاس كأنك بتدعي على واحد حسبي الله ونعم الوكيل. قول حسبي الله ونعم الوكيل في غلطاتي وفجراتي وغدراتي، عشان ربنا يكفيك بكون فيكون، تصحى تاني يوم بإذن الله وانت كاره ضعفك ده أو عيبك ده أو ذنبك ده. جرب، وبالذات الآية حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.